ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ايه حلمي، والنهارده هعمل لكم المحشي. وطبعا مفيش بيت في مصر مش بيعمل المحشي اول يوم رمضان. النهارده هعمله لكم بوصفة سهلة جدا. ولو انتي لسه جديدة في المطبخ او لسه متجوزة وعايزة تعملي المحشي هتعمليه بطريقة سهلة جدا ومش هياخد وقت. وقبل ما نبدأ متنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك واشتراك في القناة. واول حاجة هجيب طماطم وهقطع قرن شطة وقرن فلفل معاها. وما تنسوش تقطعوا الحتة الخضراء اللي في الطماطم دي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان تشجعوني الفترة الجاية ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير. وبعدين هفرم الطماطم في الخلاط زي ما قلت، هفرم شفشق طماطم. وهقطع 3 بصلات علشان نعمل التسبيكة بتاعة المحشي. اول حاجة هجيب البصل اللي انا قطعته وهستنى عليه بعد ما يدبل كده شوية ويطلع ريحة حلوة. ضفت معلقتين صلصة. بعد كده هضيف الطماطم اللي انا لسه فرماها. بعد كده هضيف معلقة صغيرة بهارات ومعلقة فلفل اسمر ونص معلقة بابريكا وشوية سكر، ومش هضيف الملح دلوقتي. هضيف نص معلقة قرفة. بعد كده هقطع الخضرة. هشيل اول حاجة الحتة اللي فوق ديت ومش هرميها، هستخدمها دلوقتي. بعد كده هقطع الخضرة بقى. غسلت الرز عشان هستخدمه، غسلته وسبته يتصفى شوية. بعدين هجيبه وهجيب الخضرة اضيفها عليه وهقلبه الاول كده عشان يتداخلوا مع بعض كده والرز يبقى ريحته حلوة. بعد كده هضيف التسبيكة اللي انا لسه عاملاها دلوقتي. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في زرار لونه احمر جنب اسمي، ياريت تتكوا عليه كده انتوا عملتوا اشتراك علشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي بقى ضفت الملح، فضلت ازود كده شوية وادوقه لحد ما اظبط الملح زي ما انا عايزة. بعد كده بقى سلقت الكرنب. بعد كده جبت 3 ورقات كرنب ويكونوا قد بعض ونفس المقاس، حطهم فوق بعض وخليت الحتة التخينة ديت فوق بعض بالظبط وقطعتهم علشان اسهل معايا وانجز الوقت. لو انتي لسه مبتدئة ممكن تعملي ورقة بورقة، بس يعني لو عملتيهم 3 مع بعض مش هيحصل حاجة، ما تقلقيش. حطيهم بس التخان فوق بعض، حتت التخينة فوق بعض وقطعيهم وبطريقة سهلة جدا هتلاقيهم اتقطعوا معاكي وما تخافيش مفيش اي حاجة هتبوظ. وبعد كده جبت واحدة واحدة بقى وهلفها رولز زي ما انتي شايفة كده وهقطع الجوانب بتاعتها. بعد كده هقطعها بحيث ان انا اعملها بالحجم اللي انا عايزاه. في ورق بيتقطع على مرتين او في ورق بيتقطع 3 وفي ورق بيتقطع 4، يعني على حسب حجم الورقة كبيرة ولا صغيرة. بعد كده بقى هجيب الورق مش هقطعه تاني، هجيبها تبقى طويلة زي ما انتي شايفاها كده وهحشيها وهقطع على حسب مقاس الصباع اللي انا عايزاه. الطريقة ديت مش بتهدر ورق خالص وبتسهل وبتخليكي تعملي بسرعة، بجد الطريقة تحفة. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي. بعد كده هجيب المحشي واكون معلية النار. هضيف الشوربة، هتكون الشوربة مغطية زي ما انت شايفة كده وهغطي عليه. وبعد شوية لما يغلي هوطي النار بقى شوية، مش هوطيها قوي يعني زي ما انت شايفة كده. ولما الشوربة تتشرب خالص هوطي بقى النار واسيبه يستوي براحته. بعد كده عملت شوية محشي فلفل وكوسة وبطاطس وقرن شطة كده، هحشيهم بقى كلهم. كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بخير يا رب بمناسبة رمضان. وما تنسوش في الأيام المفترجة دي تدعوا لإخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم ويحفظهم يا رب. وما تنسوش تكتبولي انتوا من أنهي بلد وتكتبولي وصفات عايزيني أعملها لكم. ودي كانت الطريقة بتاعت المحشي، بجد سهلة جدا، أنصحكم كلكم ان انتوا تعملوها، طريقة سهلة جدا.
واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.